مساء الخير، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم انا النهارده صاحيه متاخر جدا جدا. انا صاحيه الساعه 2 من النوم. على ما فوقت وفطرت وشربت الشاي بقت 3. طيب اروح فين واجي منين؟ ومحدش من العيال موجودين، اللي في الكليه واللي في الدرس. اروح فين طيب؟ قلت بس مفيش غيرها، هي اكلة المستعجلين هعملها. كان عندي دبابيس فراخ في الفريزر، طلعتها تفك في الميكرويف. والبصل اللي عندي كان صغير بتاع الشوربة، قطعته وقلت مش هيقول لأ. هنا أنا قطعت البصل حلقات وتبلته بالملح والفلفل. هنفركهم في بعض كده ندعكهم كويس. الدبابيس كنت بقى شطفتها وغسلتها. أنا بشيلها نضيفة يا جماعة، غسلها بالملح والخل والليمون. أنا بحب أشيل الحاجة في الفريزر تبقى مغسولة، بتسهل عليكي العملية لما انت تطلعيها بتكون نضيفة ومتاخدش وقت معاكي. هنا دعكتها بالبصل كده. يا ريت نصلي على النبي كده في التعليقات. جبت قرن فلفل رومي، عايزة تحطي فلفل حراق حطي براحتك. وهنحط لها توم مفروم. انا جبت فصين توم كبار كده قطعتهم خرط صغيرة. كان عندي 4 بطاطسيات قطعتهم حلق. انا حمدت ربنا والله اللي لقى حاجة عندي هنا عشان ايه اعملها. عايزة اقول لكم ابني جه وانا بعمل اكل، يا ماما انت لسه ما خلصتيش؟ قلت له ده انا لسه صاحية من النوم. استنى نص ساعة، هي مش هتاخد اكتر من نص ساعة. هنا هي كانت الصينية صغيرة بس انا عمالة اقاوح مع نفسي، مش عارفة ليه كانت المفروض تحتاج صينية أكبر من كده. بس ما كانش الصراحة ما كانش فيه وقت، كان قدامي ساعة وانزل وعايزة أخلص بسرعة. هنا بتبل البطاطس بحط لها ملح وشطة وكمون وفلفل. طبعا انت لو مش حابة تحطي شطة ما تحطيش، حطي بابريكا عادي. عايزة تستغني عليها عنها ما تحطيش براحتك. وشوية فلفل صغيرين لأن أنا كده كده كنت حاطة فلفل. وعصرت 4 طماطميات. نظبط بقى كده الصينية ونحط معلقة زيت وندخلها الفرن. انا هنا مشغله الفرن ونحطها في الرف اللي في النص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس. على هنا بقى نحط الصينية في الفرن. هنجيب حلة نحطها على النار ونحط فيها معلقة سمنة، هنعمل رز بشعرية. هنحط معلقة سمنة وعلى معلقة زيت. انا بحب احط زيت وسمنة في الرز عشان يبقى مفلفل وحلو. هنعمل رز بشعرية. دايما خلي مقدار الشعرية نص مقدار الرز، يعني لو هتعملي نص كيلو رز حطي ربع كيلو شعرية. اهم حاجة تقلبي الشعرية كويس من الجناب عشان ما تاخدش لون ولون، تبقى كلها لون واحد. الصحيان متأخر ده مشكلة، وخصوصا لما يكون وراكي مشوار. هنقلبها كويس عشان ايه اللون يبقى زي بعضه. على ما البطاطس تستوي ويكون الرز اتعمل، فيعني ايه الاتنين كده مع بعض ننجز الدنيا، في نص ساعة كانت الأكل خلصت. يعني أنا كنت ببص على الصينية بشوفها. خلي لونها ذهبي كده وحلو عشان ما تبقاش فاتحة في قلب الرز.
هي كده خلاص اتحمرت. ما تنسوش اللايك. كده بس خلاص اهي. هنحط الرز عليه، انا غسلاه ومصفياه. وتكوني مسخنه ميه في الكاتل. يعني الرز بيبقى حلو لما تضيفيله ميه سخنه احسن ما تحطيله ميه بارده. بينجز اولا في سوى الرز، بيخليه يستوي اسرع ويبقى مفلفل كمان. حطيت معلقه ملح. هنزود هنا بقى الميه سخنه. لازم ايه نغطي الرز بالميه كده، نقلبه كويس عشان نشوفه محتاج تاني ولا لا. تحطي كده المعلقه في نص الرز وتشوفي لو المعلقه اتغطت من عند راسها كده، تبقى خلاص كده ايه الرز يعني متشرب كويس. كده كده خلاص الرز اتشرب اهوت. هنوطي عليه العين. ادي البطاطس لسه هي شويه قدامها شويه في الفرن. وادي كده خلاص الرز استوى والبطاطس خلاص استوت. هنا انا كنت غيرت هدومي وخلاص نازله. ابني قال لي يا ماما اغرفي لي بقى قبل ما تمشي، قلت له حاضر. هي دي بقى اكله المستعجلين يا جماعه. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم النهارده، واستنوني في وصفه جديده من وصفات لومه، واشوف وشكوا على خير.